الله في عيون ورا، وجهة نظرك واحترمها، بس انا اشوف بلنتي في عيون ورا حمد الله، وجهة نظرك واحترمها، بس انا اشوف رايي بلنتي. اوكي حسن. حمد الله مكشوفه جدا للحكام وسهله جدا، خدعه سهله جدا. هذا ذكاء من المهاجم ابو محمد، هذا ذكاء من المهاجم. لقطه في شك بركله جزاء عبد الرزاق حمد الله في الدقيقه 3. تفضل يا عبد. الفرص اللي ضيعوها ما قالوا من الحكم، لو حاطينهم في الجول هيلاقي الفرص. ما لها صلاح يا كابتن سبيت. هي شو؟ هذا شيء بعد ترى هي الكوره اللي تدخل شيء في شيء. ايوه ترى اقول لك اللاعب هذه مو بلنتي. عطني اياها خالد. نقول راينا. لا جاب رجله صاب الشباب. شباب انا ارجع اقول لكم مره ثانيه تبون، بس لو سمحتوا عن التشنج اللي ما له داعي. مباراه خلصت وانتهت، مبروك للريان، هارد لك الشباب، معوضين خير ان شاء الله. لكن انا بعطيكم الحالات بطريقه التداخل هذه بمنع كل شيء. اوكي شباب، واحد واحد لو سمحتوا تكرمتوا فضلا وليس امرا، الله لا يهينكم. بلنتي ولا مش بلنتي يا حمود؟ خالد انا اشوف حمد الله هو اللي مد رجله باتجاه عبد العزيز حاتم. اذا ما فيها شيء خالد، ما فيها واحد يمد رجله. احمد الرواس، احمد لا تخرب الحلقه. يعني. لحظه حمود لا تخرب. هذا واحد اسمع شوف اسمعني احمد، لا تخرب. بجيك وبيجيك دورك وقول رايك مثل ما تبي. ما عاد يتدخلوا معه، ما حد يدخل معك، انت قاعد تتدخل معك. حمود وانتم ما دخلتوا عليه. انا دخلت عليه. حمود لو سمحت. حمود لو سمحت تكون مع خالد لو سمحت. نبيل بس ممكن نعيدها. حاضر. بس ابو جاسم ما يصير يقول قانونا ونطلع براي جديد، يا تعطيني اعتبارات نفس حسن ونفس ابو محمد، ولا لا تسند رايك للقانون. محمد القانون واضح. محمد دقيقه، هو قال قانونا تمام. ما يصير يقول دقيقه لو سمحت يا محمد دقيقه. وجاك حسن وجاك مايد يعطي اعتبارات. انا بس زي من القانون خلاص اعطي الاعتبارات. اعطوك اعتبارات ما عندي، خلاص انتهى. هو هذا كلام انتهى، تعليقه عليك انك تحترم تعليقه لو سمحت. لا كل الاحترام لهم بس خلاص شكرا. سنعلق على وجهه النظر. نبيل خلينا نشوف الحاله. شوف خالد لو نرجع شوي، شوف مو هذه في زاويه اقرب. خالد لو نشوف شوف كيف حمد الله هو اللي بحث عن ركله الجزاء. شوف هو اللي راح لحظه. شوف عبد الله ومذكر وعبد الله. شوف خالد شوف الحين شوف رجل حمد الله. شوف هو اللي مد رجله وبحث عن ركله الجزاء وترك الكوره. اذا ما فيها شيء. محمد كفى وفوا الخوان ما فيها شيء. احمد الرواس. خالد واضحه بلنتي، هذا بلنتي والاولى بلنتي، اثنين بلنتي. شكرا لك. مذكر اي واحده واضحه. اي واحده الاولى بلنتي، اللي اول طلعوه بلنتي بقى. اي واحده بتشوف بكره التحكيم. شوف التحكيم. لا رايي انا رايي قانوني. اي واحده ما فيها الا واحده. هذا بلنتي والاولى بلنتي. الثاني يعني حق رافرو بلنتي عقل ارجله. والله صحيح ضحكوا يا اخي تعاطفوا. انا شو اسمه مالي مصلحه معي فريق. شو اسمه حتى شفته. لا هذا ما يصير كلامنا عاطفه والله بقول بلنتي. ما يصير كلامنا عاطفه وكلامك واقع. احمد الرواس ما تعاطف. كلامنا مش عاطفه. لا حتى على نفسه. لا يعني الاراء اللي ما تعجبك عاطفه وارائك انت واقع بس. لا ارائنا مش عاطفيه على مشهد. ممكن اسال شباب لو سمحت شوف مثل عندي كيف اي احد اذا قال لك هذا مش بلنتي بتجننوا انتم. انا فريقكم ما لومكم. ممكن اقول لك تفضل. شو اسم اللاعب اول؟ اسمع انت كلام. قلت اسم لاعب غلط اصلا يا عزيزي. مذكر انت مش مذيع تسال احمد الرواس، انا اساله. انت عليك الان بلنتي ولا مش بلنتي؟ هذه الله يسلمك. شو اسمه لو تشوف اللاعب هو اللي هو حاول يرمي نفسه مد رجله. والله انا حتى مبرراتكم اضحك صراحه داخلي. حتى التبرير ما تعرف تبرر. نعم. واحد يقول لك من الامام، واحد كيف يروح للامام الخلف. يلا لحظه دقيقه، عطنا تبرير انت. عطنا تبرير. انت تعرف تبرر يا اخي. انت تقول بلنتي مو بلنتي بدون تبرير وتقول ما تعرفون تبررون. لا نعرف نبرر ونعرف نبرر. شكل قانوني. انا ما اجيب راي من عندي واستند على القانون. بس اخوك الشافي قال لي مين اللاعب هذا؟ من اللاعب؟ انا بتكلم عن ضربه الجزاء. زين ممكن استعبط مثله. استعبط نعرف استعبط. لحظه ممكن اسالك سؤال؟ ممكن انت الان اعطناك وقلت وجهه نظرك صح؟ ونحترمها. وانتم قاطعتوني خليتوني اتكلم. ما احترمتوه ما خالد خليتوني تروح. يا اخي خالد قال لي الدور عندك. انا تكلمت. ايوه قلت لي انت لا ضربه جزاء، قلت لك لا مش ضربه جزاء بوجهه نظري. انا ما قلت لك ولا سمعت رايك ولا تكلمت معك. ما قصد ضربه هذا راي كله كلام عندك. لا ماشي صح صح. مذكر شو تقول انت وسمعت؟ لا ما فيها شيء. ما فيها شيء. عبد الرحيم انا اشوفها ضربه جزاء. اللاعب ما حيقدر يستلم الكوره وواقف رجلين الاثنين جنب بعض، طبيعي انه يحمي كورته عشان يستلم الكوره. ضربه جزاء ممتاز.
صراحه ضربه جزاء انا الكره هنا والتدخل يسار. لا 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 بس هو قال نقطه ممتازه. ابو سلطان طيب. انت قلت رايك صح؟ انا احترم رايك. اوضح لك بس يعني اذا بتشوف انا وجهه نظري اول شيء حمد الله مو شايف اللاعب، ثاني شيء عشان يستلم الكوره ما حقدر يستلم الكوره ورجلين اثنين جنبه. ممتاز. حيحمي كورتي واستلم وانا لازم كيف اللاعب يشوت وهو واقف؟ كيف استلم كوره وانا رجلي اثنين جنب بعضها حطها كورته واستلم الكوره هذه بيلوف ضربه جزاء 100%. 100% بلنتي. حسن عبد العزيز حاتم كان يبحث للكوره. حمد الله بحث على ساق شو اسمه عبد العزيز حاتم. حمد الله في عيون ورا، وجهه نظرك واحترمها بس انا اشوف بلنتي. في عيون ورا حمد الله، وجهه نظرك واحترمها بس انا اشوف رايي بلنتي. اوكي. حسن انا قلت ان عبد العزيز حاتم. انت عطني بلنتي ولا مش بلنتي؟ لا مش بلنتي. مش بلنتي. سبيت انا والله اقول لك تبى الصيد تنحسب وما تنحسب. عطني انت الحكم الحين. انا الحكم؟ اي الصفاره عندك. احسبها صراحه بلنتي. مناف اللي يقول مثلا حمد الله هو اللي بحث هذا ذكاء من المهاجم. برافو احسنت. من مهاجم جدا مريضه صحيح. انا من حقي احمي كورتي ومن حقي ابحث عن بلنتي. صحيح. انا كمهاجم ذكي. صحيح. وعبد العزيز حاتم اخطا بصراحه وانا اشوفها بلنتي واضح. عبد الله العامري. انا مع تحليل الكابتن نبيل اللي هو حمد الله راح للاعب، هو اللي حجز عبد العزيز. اذا ما فيها شيء. ما فيها شيء. مايد خالد هي من اسهل الحالات التحكيميه للحكام، اذا تطوف على الحكام مثل الحاله هذه خدعه حمد الله انه يحط رجله ناحيه المدافع سواء قدم اليمين او قدم هاي ما تمشي على الحكام ابدا. هاي تصير كثير نشوفها وعلى طول الحكام يكتشفونها واضحه. يعني كيف بيعملها كنترول اصلا؟ يعني خلنا نتكلم فنيا، هل الحمد لله يقدر يعمل لها كنترول؟ هذه ما يقدر لانه ثبت قدم اليسار وراحت عن الكره على اليمين، يمسكها وبعدين راحت الكره. ارجوك خالد حطها على الحركه السريعه. شوف حمد الله على طول وقع، على طول يبحث عن الوقوع. خالد شوف لا حركه سريعه ارجوك مشي. خلها عاديه. خلها عاديه. ارجع العاديه لو سمحت. ارجع العاديه بعد يا جماعه الخير. خالد واضح ان حمد الله يبحث عن الذكاء ذا ابو محمد. شوف خالد شوف على طول اقل من جزء خالد من اي ضربه هذا ذكاء اعاقه اي لاعب خالد في منطقه الجزاء بلنتي. غير صحيح. غير صحيح. يبحث غير صحيح. اعاقه بلنتي. غير صحيح. غير صحيح. ابو محمد انا معك ابو محمد، بس انا كلاعب كيف استلم الكوره ورجلين الاثنين جنب بعض؟ ثاني شيء يا ابو رواس ابو شاب الله خليني اكمل كلامي. الله يخليك. لا بس لا الله خليني خليني اقول رايي بعدين. بس برد عليك. طيب اوكي رد علي. الشيء الاول انا ما اقدر استلم رجلين اثنين جنب بعض. ثاني شيء انا كمهاجم لازم احمي كورتي. انا ما رحت حطيت رجلي قدام، انا حطيت رجلي في الارض وهو وراي. انا حميت كورتي. صحيح. انا رحت حطيت رجلي في الارض، ما حطيت رجلي هو جاي يشوت وانا حطيت رجلي قدامه. انا حطيت رجلي في الارض، انا حميت كورتي يا ابو محمد، ما رحت للاعب ابدا. هو جاء وعاقني مذكر يقول لمسه طاح قبل. لا عيد اللقطه. ما هو اصلا في تفكير انا من اي حركه بيطيح حقي انا منطقه الجزاء اسوي الحين. شوف هو قال هذا قال هذه في هالكره طبيعي انه يحط ريله بهالاتجاه. اللاعب من يشوت بعد الكره ما يقدر يشوت، طبيعي انه يشوت. بس هاي تباها هذه تباها طرد وهذه تباها بلنتي. الطبيعي الطبيعي هذه لا ما فصل على الكيف. انا حقي ترى ما انا كورتي هذيك لازم ما يجوز انك تقول الكره لي وانت تلعب على ما له دخل هذا. ما رحت تحمل الكره بس انا ما رحت على قدم اللاعب، انا رجلي في الارض، رجلي ثابته في الارض. لا واضح واستلام برجل اليمين. حمد الله رايح حق حاتم يا اخي يروح حمد الله ما يروح. هو عاقل. انا مقطع الكوره في الدوري السعودي فاز فيها الاتحاد 1-0، انلغى جول للتعاون اخر دقيقه بسبب نفس الطريقه هذه. تدري الفاول راح لمن؟ بالحاله راح لعبد العزيز حاتم، ما يروح للحمد الله. هذه فاول عبد العزيز حاتم. ارجع تذكر الجول ولا ما احتاج ارجع. انا عندي ما تذكر ما احتاج ارجع. الفاول اللي صار على الحسن قادش اخر دقائق من خلاله سجل هدف التعادل وتم الغائه لانه تم احتساب فاول اللاعب. لو نفس اللقطه دي الحكم غلطان. لا مش غلطان والله انا مش غلطان. وجهه نظري انا اول شيء انت لما تحمي الكوره تحميها بجسمك ما تحميها برجلك. انا حطيت رجلي في الارض. انا حطيت رجلي في الارض. تدخل بجسمك ما تحميها برجلك. رجلك تحول الموضوع الى عرض. كيف رجلي؟ انا حطيت رجلي في الارض. انا ما حطيت رجلي قدامه. لا حطيتها قدامه. لما احط اذا هذا تشوفه انسداد طبيعي. لما هو يجري ولا هو بيشوت وحط رجلي اوكي، لكن انا حطيت رجلي في الارض. انا ثبت رجلي في الارض. ما كان في وضعيه جسمه تحت. يا اخي الكوره تحمي بالرجل. انا عندي سؤال، هو متى لمسه؟
جيب الاعاده متى لمسه بعد ما ثبت رجله كامله في الارض جيب الاعاده. اي بس ما كان في وضعيته هو ما ادري. انا مالي في وضعيته، انا ليه ابغى كيف استلم الكوره، انا ليه كيف استلم الكوره. تقول لا ليش انت منعت عبد العزيز حاتم انه يروح للكوره، هو مشاري انا رايح للكوره، انا ثابت رجلي في الارض، انا ما حطيت رجلي عليه. اي بس انا هل عبد العزيز حاتم يوم كان رايح للكوره ولا للاعب؟ كابتن حسن انتوا اخذتوا بطوله مبروك تستاهل والله. لا تقعد تقنعني. انا اكلمك على تشريح اللاعب، تشريح اللاعب. كل واحد له الدقيقه 94 في مباراه الاتحاد مع الدقيقه 94 ومع ذلك كنسل جول وحط الدقيقه 94. اذكرها المباراه هذه. مذكر حبيبي انت وجهه والله، وانا محترم وجهه نظرك. الله يطول عمرك. انا بس انا ما حقتنع بكلامك لانه انا شايفها بلنتي وانت ما الواحد له وجهه نظر. مبروك البطوله تستاهل. انا اشوف انه الحكم، بس على فكره انا اشوف انه الحكم كلامك صحيح بس خرب المباراه حقت شوف لو تلاحظ الحكم كان قريب من اللقطه جدا، قريب يعني هو الحكم ترى شافها يعني. الحكم السعودي فهد المرداسي يقول دقيقه 4 19 37 51 72 لا توجد ركلات جزاء للشباب. بيقولوا لك هو غلط الحين. عاد هو غلط كيف؟ هذا حكم. اذا انت ما ترجع الحكم معلش ابو سلطان، شفنا احنا في قرارات التحكيم في مباراه شباب انا انقل لك تصريح حكم. اسمح لي في قرارات في مباراه شباب الاهلي 1000 حكم وقالها ابو جاسم كلهم كانوا مختلفين. انا مو شرط مع احترامي للاستاذ فهد المرداسي ان انا لازم امشي بكلامه على عيني وراسي واحترمه، لكن انا برضو انا لي وجهه نظر وفي ممكن حكام ثانيين يقول لك هذه ضربه جزاء. انا اشوفها ضربه جزاء واضحه. سعودي الحكم لا هو انا عارف حتى السعودي بيقول اعيد واكرر خالد، اعيد واكرر. لعبه حمد الله مكشوفه جدا للحكام وسهله جدا، خدعه سهله جدا. هذا ذكاء من المهاجم ابو محمد، هذا ذكاء من المهاجم. لقطه في مباراه السد والعربي اكرم عفيف خالد بجماع برنامج الحكم نفس اللقطه، اكرم حط رجله معروفه هي اللعبه وانحسبت انه ضربه جزاء في البدايه، بعدها رجع الفار الغاها الحكم. بكره الساكن واكرم ما احتج خالد واكرم ولا تكلم. حمد الله معروفه هذه، معروفه هذه من الحيل اللي يقوموا بها اللاعبين. لا لغاها الفار. جاء الفار خالد، الفار اللي لغاها. طيب يا شباب بكره يا شباب بكره برنامج الحكم ان شاء الله الساعه كم؟ بكره 3:30 العصر بكره بتوقيت الدوحه على قناه الكاس 1 برنامج الحكم بيعطيكم تفاصيل كامله عن الحالات. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنكونوا رجعنا لكم من جديد. كيف شاهدتوا معايا الاعلام العربي كيتكلم على عبد الرزاق حمد الله والاداء ديالو، المهم كيتناقشوا على قضيه حمد الله والاداء ديالو مؤخرا. المهم كنتمنى خوتي خواتاتي يكون عجبكم مقطع الفيديو ديال اليوم وتكونوا كتستمتعوا بمقاطع الفيديو اللي كنشروها. وما تنساش الا كنتي اول مره كتشاهدنا خلي واحد سبسكرايب اشتراك في القناه، وكيف العاده خلي التعليق ديالك اسفل الفيديو والراي ديالك على الاداء ديال عبد الرزاق حمد الله. المهم خوتي خواتاتي فرقوا على ديك اللايك، نتشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله. تشاو.